مرحبا بكم في قناة عاصفة الشمس. الطارق نيبيرو والنجم ذو الثنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير جميعا إن شاء الله، وأتمنى من الله أن يساعدنا في العبادة خصوصا. الآن فقط تبقى من رمضان المبارك 20 يوم. أهم ما يميز اليوم وهي الانهيارات في كل مكان سبحان الله، وأيضا هناك انهيار جليدي، مثلا في كشمير انهيار أرضي هائل في طريق بانتال جامو. نفس الشيء بالنسبة للهند، انهيار جليدي هائل بالقرب من قرية شولينغ هيماشال في باراديش. 2 أبريل اليوم. أما باكستان، ودائما نبقى في آسيا، هناك منظر ساحر لغيوم منخفضة المستوى تنحدر على تل مرغالة في إسلام آباد. أيضا هناك انهيار آخر في نفس المنطقة في الهند، حيث تضررت سيارة تابعة للجيش بسبب سقوط حجارة من الجبل في منطقة بانتيال على طريق جامو في منطقة رامبان بجامو وكشمير. أيضا بالنسبة للظواهر الغريبة، هذه المرة تتركز على غرابة الشمس والغروب أو الشروق، ورصد جسم غريب بالقرب من الشمس، حيث عرفت الشمس شروق غريب جدا وظاهرة غامضة في عدة مناطق في العالم. وكما اعتدنا، المياه في العالم تتحول إلى دم أو لون الدم سبحان الله. أيضا اليوم 2 أبريل في الصين تتحول بحيرة أو نهر يتحول لنهر من الدماء في مقاطعة غوانغ دونغ. أصعب شيء وهو أن تنطق كلمات صينية، سواء مدن أو مناطق، فما بالك أن تتعلم اللغة الصينية. من خلال الرصد الفضائي، شيء ما يظهر بالقرب من الشمس كما التقطته عدسات الرصد الفضائي. ماذا يكون؟ هل هو الطارق؟ هل هو النجم ذو الذنب؟ هل هو نيبيرو؟ هذه أسماء عرف بها النجم الطارق، أم أنه كوكب آخر؟ شاهد غرابة الشمس من سماء ألاسكا سبحان الله. أيضا بالنسبة لألمانيا، ظهرت علامة غريبة في السماء. إلى ماذا ترمز هذه العلامة أو هذه الكتابة؟
هل هذه حقيقة أم أنها مفبركة؟ الله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا بالنسبة لربع الخالي شمال شارورة، أظن في العراق هناك عاصفة وأمطار.